السلام عليكم. لو ما تعرفش ان فيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر وطه دسوقي يعني نجوم شباب، ورغم ذلك هو في المركز الثاني في اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصرية ب 130 مليون جنيه بعد فيلم ولاد رزق الجزء الثالث اللي محقق 260 مليون جنيه. واعتقد ان مفيش فيلم هيعدي الرقم ده باستثناء كلاب السبعة، طبعا ده ممكن يعدي 300 مليون جنيه مستريح. دول جايبين سليمان خان يا جدع. نرجع بقى لموضوع الفيديو. فيلم سيكو سيكو ده مبدئيا من احسن الافلام الكوميدية اللي ممكن تتفرج عليها 2025، وانا قلت احسن فيلم كوميدي تتفرج عليه 2025 مش في حياتك، لان الفيلم مش كوميدي للدرجة دي. انا بالنسبة لي محمد سعد ومحمد هنيدي زمان محدش هيعرف يعمل كوميدي زيهم. طب يجي سؤال في بالك، طب ليه الايرادات دي كلها؟ اقول لك انا، اولا الفيلم نزل في منافسة مش قوية. الافلام اللي كانت قدامه فيلم الصفا الثانوية بنات، وانا عملت عليه فيديو وقلت مش حلو، وفيلم فار بسبعة ارواح وده برضو من ضمن الافلام اللي وقعوا، وفيلم نجوم الساحل وده مقبول شويه عن الباقي. وساعتها عصام عمر كان خارج من موسم رمضان بمسلسل نص الشعب اسمه محمد، كان حلو جدا ونجح. وطه دسوقي خارج من مسلسل ولاد الشمس بشخصيه مفتاح، ودي كانت من احسن الشخصيات في رمضان. فالفيلم معاه كل عوامل النجاح ان يجيب الرقم ده، وخصوصا المنافس بتاعه علي ربيع. وزي ما قلت في الفيديو اللي عملته عن فيلم الصفا ان علي ربيع الكوميديا بتاعته مش ماشيه اليومين دول، تقريبا السعوديين بيحبوا الكوميديا دي فرزقه ماشي هناك. فعلي ربيع لو ما طورش من نفسه احتمال ما يمسكش بطولات تاني. ده حتى عصام عمر عمل مشهد مع طه دسوقي عن كوميديا علي ربيع. ده ايه بقى سرير الاطفال ده؟ ده الكشافه، احنا في الكشافه دلوقتي. يا ابني ما هو مش كل اوضه افيه. انا مش جايب علي ربيع يقعد معايا. انا مش هستحمل الكوميديا دي. ما تروح تقعد في عربيتك. لا خلاص. عربيتك اوسع. وبس كده، ما تنساش اللايك والاشتراك، واحب افكركم ان 97% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات مش مشاركه في القناه. وبس كده، سلام.